وصفة النهاردة مميزة جدا جدا وهتعجب كل اللي بيحب المانجا. الوصفة النهاردة برعاية المانجا. النهاردة هنعمل البسبوسة بالكريمة والمانجا، بجد خطيرة جدا ومن أحلى الوصفات اللي ممكن تجربوها. بتودي طعم البسبوسة مع المانجا في حتة تانية خالص. طعم المانجا كده بيخلي البسبوسة كده خفيفة وممكن تاكلي تخلصي الصينية وانتي قاعدة. طبعا طالعه ترند اليومين دول باسم المتشخلعه. النهارده هنعملها في البيت بابسط واسهل طريقه ممكن تجربيها، هتطلع معاكي ممتازه ومن اول مره هتعجبك وهتحبيها جدا وهتنسي اي كنافه بقى بالمانجا. وهنعمل النهارده البسبوسه بالمانجا، هتعجبكم جدا وهتعجب كل ضيوفكم. فاتبعوا الفيديو للاخر واتفرجوا، ولو كنت مش مشتركه في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس، ويلا نسمي بسم الله ونبدا في المقادير. اول حاجه كده انا هعمل الصينيه مقاس 24، محتاجه ربع كيلو من سميد البسبوسة، اللي هو 250 جرام من سميد البسبوسة، اللي هو الخشن، مش عايزة الناعم، بدون أي إضافات. بجيبه من عند العطار سايب. بعد كده بحط عليها أقل من ربع معلقة صغيرة جدا من البيكنج باودر، ما تكتريش بيكنج باودر، أقل من ربع معلقة صغيرة، حاجة كده صغيرة على طرف المعلقة. بحط كمان 3 معالق صغيرين من جوز الهند الناعم، تقدري تحطي معلقة واحدة أو اتنين أو تقدري تستغني عنه خالص، ده على حسب انتي بتحبي جوز الهند في البسبوسة ولا لا. اقلبهم كويس جدا واركنهم على جنب. نحضر باقي المكونات كده في كسرولة او اي حاجة هنحطها على النار. ببدأ اجيب كده تلت كوباية من السكر، نص كوباية من الحليب اللبن، وتلت كوباية من السمنة، اللي هو حوالي معلقتين ونص كبار كده مليانين. يعني مش هكون لو هوزن بالمعلقة فانا ما سيحتهاش، زي ما انتم شايفين كده واخداها من العلبة على طول، معلقتين ونص كده مليانين، او تلت كوباية من السمنة. هكتب لكم برضو المقادير في صندوق الوصف تحت. وهحط كمان معلقة كده كبيرة مليانة من عسل الجلوكوز، او شربات التقيل، او تقدري تستخدمي عسل نحل، بس ضروري جدا ان انت تستخدميه عشان بيدي تماسك للبسبوسة. بدفيهم كده على النار يا دوبك يدفوا معايا، مش عايزاهم سخنين خالص، الخليط يبقى دافي. وبعد كده ما يدفوا ببدأ ان انا احطهم على المكونات الجافة اللي حضرناها في البداية، ويا دوبك تقلبتين زي ما انتم شايفين كده بس. يا دوبك انا قلبت ودخلت المكونات كلها مع بعض علشان البسبوسة ما تنشفش معايا. البسبوسة ما بتحبش التقليب الكتير علشان ما تنشفش وتاخد عرق معانا. بس كده تقلبتين اركنها بقى كده واحضر الصينيه. بحط بس فيها شويه من السمنه مع شويه من الطحينه، معلقه صغيره من الطحينه، وابدا ان انا ادهن الصينيه بتاعتي كويس جدا. الطحينه بتخلي لونها حلو جدا جدا، وبتخليها كده تاخد لون اللي هو الذهبي كده الغامق شويه، التحميصه كده بتاعت البسبوسه بتاعت بره، فبتبقى حلوه جدا. بتحطها كده في الصينيه زي ما انتم شايفين كده، قوامها ولا سائل قوي زي الخليط الكيكه ولا متماسك قوي، ده كده القوام المثالي للبسبوسه. الفرن يكون سخن جدا على درجه حراره 190، بتاخد حوالي من 25 ل 30 دقيقه. ادخلها الفرن، وفي اثناء ما هي بتدخل الفرن بجهز الشربات بتاعي علشان يبقى سخن. بحط كده في كسرولة احطها على النار كوباية ونص من السكر، عليها كوباية ونص من المية، وعصير نص ليمونة بعد الغليان. حطيت كده السكر والميه مع بعض بالشكل ده، ومش هقلبهم ولا اعمل اي حاجه، هرفعهم على النار. واول ما يبدا الشربات بتاعنا يغلي بالشكل دوت، بعصر عليه نص ليمونه بس، ما تكتريش الليمون في البسبوسه، بالشكل ده بس كده. وبسيبه بعد الغليان كده احسب 7 دقايق ل10 دقايق، وبس كده بطفى عليه. وبس بخليه اهم حاجه ان هو يكون سخن والبسبوسه سخنه. البسبوسه كده طلعت من الفرن وما شاء الله خدت اللون الذهبي الجميل اللي انتم شايفينه ده، وادوها كده يعني اللون اضغطوا عليه شويه علشان تبقى معانا زي بتاعت بره كده، فيها سنه التحميصه شويه. الشربات سخن زي ما قلت لكم، والبسبوسه سخنه، وزي ما انتم شايفين كده سر نجاح البسبوسه اول ما تحط الشربات تشربه على طول. ما شاء الله يعني ممتازه جدا جدا، وطالعه مرمله وطريه معانا، وتقدري ان انت يعني دي كده وصفه لوحديها. عايزين بقى تتبعوا بقى باقي الوصفه كده وتعملوا الكريمه والمانجا والحركات اللي انتم شفتوها دي، يبقى كملوا الوصفه للاخر، هتطلع معاكم احلى بسبوسه. وهحط لكم برده مقدار النص كيلو من البسبوسه في صندوق الوصفه عشان اللي حابب يعمل صينيه مقاس 30. علشان بقى نحضر الكريمه كده، حطيت كده نص كوبايه من الميه المثلجه، وعليها معلقه واحده بس من السكر، وممكن تستغني عنها خالص، وضربتهم كويس جدا مع بعض. وحطيت نص كوبايه من الكريم شانتيه. بعد كده ضربتهم كويس جدا لحد ما توصل بالقوام التقيل دوت. بجيب عليها نص كوبايه من المانجا، مانجا تكون مهروسه، انا ما حطيتلهاش اي ميه خالص، يعني جبت مانجايه كده تكون طريه شويه، وبعد كده هرستها بالشكل ده، خدت منها نص كوبايه بس.
بابدأ إن أنا أحطها على الكريمة وباضربها كويس جدًا بالمضرب، وده كده الكريمة اللي إحنا أو القشطة اللي إحنا هنحطها فوق البسبوسة، طعمها غني وحلو جدًا ومضبوطة جدًا، ما تكتريش السكر عن كده، أنتِ ممكن تستغني عنه، علشان يبقى في توازن بين البسبوسة والكريمة اللي إحنا حاطينها فوق. البسبوسة بقى بردت معايا تمامًا، تمامًا، أهم حاجة إن هي تبرد كويس جدًا، جدًا، عشان الكريمة اللي من فوق ما تسيحش، يعني بردت أنا عملتها الصبح وبدأت إن أنا أحط الكريمة بالليل أو بعد 3، 4 ساعات كده تكون البسبوسة بردت تمامًا وخدت كده حرارة الجو. بعد كده بابدأ أجيب الكريمة اللي إحنا حضّرناها وبابدأ إن أنا أفردها على البسبوسة بالشكل ده، ما تستغربوش بتودّي الطعم في حتّة تانية. الكريمة السُكّر بتاعها مضبوط زي ما قُلت لكم ما تكتّروش، معلقة واحدة بس أو استغني عن المعلقة دي كمان، لإن البسبوسة واخدة الشربات بتاعها بكفاية. وزّعت كده الكريمة عليها على الوش كده بالشكل ده، نبدأ بقى نحضّر المانجا. معايا هنا حوالي كده مانجايتين كده كبار يكونوا ناشفين وبدأت إن أنا أقطّعهم مكعبات بالشكل ده. بعد كده بقى بابدأ أجيب كده الصينية بتاعتي وبابدأ إن أنا كده أوزّع عليها المانجا من فوق بالطريقة دي فوق الكريمة بالشكل ده. شايفين ما شاء الله حلوة جدًا، جدًا، وبتخلّي البسبوسة بقى كده طعمها خفيف، يعني بجد أنتِ بتاكلي قطعة ورا التانية ورا التالتة ممكن تخلّصي الصينية كلّها. ومش هتحسي بسبب إن هي خفيفة جدًا والسكر بتاعها مع الكريمة اللي إحنا ضابطين السكر بتاعها برضه مش حاطين سكر كتير، فبتعمل توازن وتعادل كده في السكر، فبتبقى حلوة جدًا، جدًا، وما تشبعيش منها. شايفين ما شاء الله شكلها بعد ما خلصت، تقدري بقى لو أنتِ هتقعد معاكِ كذا يوم تقدري تلمّعي وشها الجيلي تلميع الفاكهة علشان المانجا تبقى معاكِ فريش، ولكن لو هتاكليها في نفس اليوم فمش مستاهلة عادي ممكن ما تتلمعيش وشها الجيلي التلميع. ده كده شكلها بالشكل ده، أبدأ باقطّع معاكم كده قطعة بجد خطيرة جدًا، وزي ما أنتم شايفين كده قد إيه البسبوسة طرية معانا ودايبة جدًا ومرمّلة وناعمة وحاجة كده في منتهى الجمال. شايفين ما شاء الله البسبوسة عاملة من جوّه إزاي، مرمّلة جدًا وطرية جدًا وباين جدًا في التقطيع وأنا باقطّع البسبوسة، يعني السكينة كده أو المقطع بيجري فيها زي السكينة في الحلاوة. شايفين بقى من جوّه طريّة إزاي، والكريمة بقى معانا أو القشطة الجميلة اللي إحنا عملناها بالمانجا دي عاملة توازن رهيب جدًا مع البسبوسة. شايفين؟ بجد خطيرة ومرمّلة جدًا، جدًا. تقدروا تعملوا وصفة البسبوسة دي كده لوحديها. فعملنا كده النهارده البسبوسة بالكريمة والمانجا جميلة جدًا، وطبعًا زي ما قُلت لكم طالعة ترند اليومين دول باسم المتشخلعة. يا رب إن شاء الله النهارده الوصفة تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.